هتعمل ايه لو حياتك كلها بقت نحس والحظ ما بيعديش من قدامك حتى؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. بيبدأ فيلمنا ببنوتة جميلة اسمها سام، عايشة من صغرها في دار أيتام ومحدش بيرضى يتبناها، وما عندهاش غير صاحبة واحدة اسمها هيزل اللي بتصورها فيديو، وفجأة الفيديو بيبوظ بسبب حظها النحس. وبتقول لها هيزل إن في عيلة هتجيلها النهاردة وبتتمنى إنهم يتبنوها، وبتقول لها إن حياتها كلها هتتظبط لو لقت كوين الحظ. وللأسف لما سام تمت 18 سنة القوانين أجبرتها إنها تمشي من دار الأيتام وتحاول تلاقي شغل عشان حتى على الأقل تعرف تصرف فيه في بيتها وتعتمد على نفسها. وطبعا سام كانت مش مبسوطة وهي بتودع صاحبتها هيزل. وغير كده يا عزيزي المشاهد، هي عارفة ان النحس وراها وده اللي حصل فعلا. وبمجرد ما روحت البيت بدأت اللعنة، وبدأ يحصل لها حاجات كتير هي مش حباها. حتى لما راحت الشغل بهدلت الدنيا وبقت الحاجات بتقع منها، بس الحمد لله المدير طلع ابن حلال وغالبا كده صعبت عليه فصبر عليها. فضلت سام على الحال ده لحد ما في يوم كانت بتاكل ساندويتش برجر، كانت عيني هتطلع عليه وقعدت تاكل على الرصيف، فوهي قاعدة جالها قط اسود فقسمت مع الاكل. المهم بدأت تحكي له على كل اللي مزعلها، وانها خايفة هيزل يبقى حظها وحش زي حظ اختنا كده، وخايفة كمان ان محدش يجي يتبناها. وحرفيا حكت له قصة حياتها. وبعد ما مشي القط لقت سام ان وقع منه كوين فخدته، ومن بعدها سام حياتها اتشقلبت. بمعنى اصح ان كل الحاجات النحسة اللي كانت بتحصل لها في البيت والشغل ما بقتش بتحصل خالص، وكل حاجة بتمشي أكتر من الطبيعي. ففرحت سام لما عرفت إن كل ده بسبب كوين الحظ اللي هي لقيته، فقررت إنها تدي الكوين ده لهيزل عشان يجيب لها الحظ والعيلة تتبناها. بس بنتنا منحوسة وهتفضل طول عمرها منحوسة. فجأة الكوين ده بيقع منها في الحمام، فبتحاول تجيبه، راح اتشفط منها ونزل في الصرف. فبتقابل القط الاسود تاني بالصدفة وبتقوله على اللي حصل، فبتتفزع لما بتلاقيه بيقول لها يا نهارك مش معدي، انت ضيعتي الكوين الحظ بتاعي. فلما خد باله انه اتكلم قدام بني ادمه يا عيني بلم وفجأة جري، بس هي ما سابتوش وراحت وراه، وبتلاقيه فجأة بيفتح بوابة ودخل فيها، فبتدخل من غير اي تفكير. فلما القط شافها زعق لها وقال لها ان ممنوع البشر يدخلوا هنا. قالت له لا، بقول لك ايه، انا مش همشي من هنا غير لما افهم كل حاجة، وكمان تجيب لي كوين تاني غير اللي انا ضيعته. غالبا كده اختنا سام فاكره ان هي في دريم بارك، بس القط بتاعنا طلع كويس وقال لها يا ستي ماشي، انا اسمي بوب، والكوينز دي احنا بناخدها لما بننزل عالمكم عشان ما يحصلناش هناك اي ضرر، ولما بنرجع بنديها تاني للكابتن بتاعتنا. اما بقى بالنسبه للمكان فده عايش عليه مجموعه من الحيوانات ومجموعه تانية من الاقزام بنسميهم جنيات الحظ. وكلنا بقى هنا مهمتنا اننا نحاول نديكوا الحظ الحلو الجميل انتوا يعني كبشر. يعني مثلا لما حد يحصل له حاجه حلوه بتقولوا له ايه ده انت حظك حلو، اهو الحظ الحلو ده بقى احنا اللي بنديهولكم. اما بقى الحظ السيء بيجيلكم من كائنات عايشه تحت ارضنا هنا، واللي حط الجوهره الاساسيه اللي اتبنت على اساسها الحظ الحلو والحظ السيء تنين اسمها بيب، عايشه معانا هنا على الارض. قالت له خلاص احنا نتفق اتفاق، خد الزرار ده يا معلم سلمه للكابتن بتاعتك على اساس ان ده الكوين، وهات لي لبس من بتاع الاقزام الحلوين اللي هناك دول هلبسه وهعمل نفسي جنيه كبيره شويتين تلاته. المهم الخطه مشيت زي الفل، فبيقولوا الاقزام انهم لازم يلمعوا الكوينز اللي موجوده، وراحت سام تلمع معاهم وقالت اهو فرصه انها تاخد واحد. بس وهي بتلمعه اكتشفت ان هو بيتسحب منها مجرد ما يخلص، فبتحاول تاني بس للاسف حظها النحس، وهي بتاخد الكوين بيجيلها الزرار بتاعها فبتتعصب وبتبوظ الدنيا. فالكابتن بتيجي وبتقول لهم ان اللي حصل ده بسبب حد حظ وحش موجود هنا معانا، فنشرت حراسها وقالت لهم هعرف مين السبب في اللي حصل ده. فبوب بيفضل يصيح كالعاده، وفجاه بيظهر واحد صاحبه اسمه جيري، بس سام بترتاح له قوي وبتحكي له على كل حاجه. بس طلع جدع وقال لهم ان الحل الوحيد انهم يخرجوا روبوت لعالم البشر علشان يجيب الكوين من تاني. فبياخدهم جيري لمكان بلورات الحظ علشان يحطوها في الروبوت، وبيشوفوا الخنازير وهما بيعملوا البلورات، فبياخدوا منهم واحدة، وبعدها جيري بيروح لمكان الروبوت عشان يشغله، وسام بتروح مع بوب لغرفة المراقبة علشان التحكم في الروبوت. فقال لها بوب انا هروح اشتت الارانب علشان ما يحصلش مشكله تاني، وفعلا بيروح يشتتهم والارنب بيسيب مكانه وشغله وكل حاجه وبيمشي. فبيبدا بوب يحرك الروبوت علشان يلاقي الكوين، فباقي الارانب بتاخد بالها من الروبوت فبتجري سام عليهم علشان تشتتهم، فبتفضل ترقص معاهم وهم يعني زي الهبل بينسوا شغلهم وبينسوا حالهم وبقوا يرقصوا معاها. المهم بيلاقي الروبوت الكوين وبيروح علشان ياخدوه منه، بس فجأة بتظهر الكابتن بتاعتهم وبتقول لهم انها شاكه ان اللي جاب الزرار قط من الثلاثه دول، وللاسف بوب بيبقى من ضمنهم. فبيطلب بوب من جيري انه ياخد من الروبوت الكوين، بس جيري بيخاف فالروبوت بيتسحب في قسم النفايات، وايوه مع الكوين. فبترجع سام وبوب وبيقول لها بوب ان منطقه النفايات دي بتكون في المنتصف، فاول ما بتدخل سام بتدوس على اخر زرار في الاسانسير، فبيترعب بوب بيقول لها ايه ده انت كده وديتينا عند عالم الحظ السيء. وهناك بتقع سام من الاسانسير وبيتقفل قبل ما تدخل، فبيقول لها بوب روحي عند البرج 13 وادخلي عند الضوء البنفسجي وهتلاقيني هناك.
فبتجري سام وبتعاني مع حظها السيء في عالم الحظ السيء، ويا لهوي على النحس. مش هوصيكم بقى تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. المهم بتلاقي هناك بوب فعلا في منطقة المنتصف، فبيكملوا طريقهم وبيشوفوا هناك يونيكورن اسمه جيف، وبيقول لها بوب انها تشغله لحد ما يلاقي الروبوت. فبيقول لها جيف تعالي مفرجك على آلة الحظ السيء، وانها بتوزعه على عالم الحظ السيء. وبيقول لها ان كان بينه وبين التنينة المسؤولة عن جواهر الحظ قصة حب فظيعة، بس هي سابته علشان اكتشفت ان غبار الحظ السيء ده بيلزق في رجله، فطبعا خافت على عالمها فبعدت عنه. بعدها بيسمع صوت بوب في قسم النفايات، فبيعرف جيف ان هو بيدور على الروبوت، فبيقول لهم انه لقى فيه كوين الحظ وبعته علشان يتلمع. فبوب بيفقد الامل خلاص، بس سام قالت له انا هساعدك، وبتوريه قطعة الغبار السيء اللي معاها وبتقوله انا عندي فكرة. وبتروح للتنينة اللي اول ما بتشوفها بتقول لها يا بطة تعالي ادخلي، وبترحب بيها جدا. وفجأة التنينة بتشم فيها ريحة غبار الحظ السيء، فبتقول لها يخرب بيتك انت منهم، وبتطلب الحراس علشان يتخلصوا منه. وبعدها بتطلب سام من التنينة وبتقول لها لو ما فيهاش إساءة أدب مني، يعني أنا عايزة كوين حظ عشان يخلصني من جرعة الحظ السيء اللي وقع عليا. فبتخرج وهي معاها الكوين علشان تفرح بوب، فبتفرمل فجأة وبتلاقيهم قابضين على بوب لأنهم عرفوا إن هو اللي حط الزرار بدل الكوين، والحمد لله إنها جت في الوقت المناسب. فبتجري وراهم وبتديهم الكوين، وبتقول للكابتن إنه وقع من بوب غصب عنه، معلش بقى ابننا أهطل هنعمل إيه. فالكابتن خدت الكوين ومشيت، بس بيفضل بوب مستغرب هبلة دي ولا إيه، إزاي ما خدتش الكوين وهربت. فبيسألها فبتقوله إنها كانت مستحيل تتخلى عنه، إحنا أسرة مع بعضينا. فبيعتذر لها بوب إنه مش هيعرف يساعد هيزل وإنهم مش هيقدروا يجيبوا كوين تاني. فبتقوله بنتنا أم مخ نضيف أنا عندي خطة تانية نقدر نجيب بيها كوين تاني. فبتقوله هنروح لآلة الغبار السيء ونوقفها، وبكده مش هيروح الحظ السيء لعالم البشر. فبيروحوا فعلا وبيلاقوا جيف بيلعب رياضة، فبيستغلوا إن هو مشغول وبيروحوا للآلة بيعطلوها، واتفقوا إن بعد ساعتين هيرجع بوب ويشغلها تاني، وبكده تكون هيزل العيلة جت اتبنتها. فبوب بيخلي سام بتشوف هيزل وهي واقفة على باب الدار، وبتعرف ان العيلة اللي هتتبناها جاية خلاص، فبتودع سام بوب وخلاص هترجع لعالم البشر. وهوب دبل كيك بنتفاجئ ان غبار الحظ السيء بيخرج من مروحة الآلة، والحياة بقى لونها بنفسجي مش بامبي زي ما الست سعاد حسني كانت بتقول. فبيجروا بسرعة علشان يوصلوا للآلة ويشغلوها، لكن للأسف بتنفجر وغبار الحظ السيء بيملى كل عالم الحظ الحلو. وبتلاقي هيزل بتعيط علشان العيلة مرحوش الدور، نشرت نحسك علينا يا بومة. فجت التنينة ولقت ان الخنازير بيقولوا لها ان النبات اللي بنصنع بيه الحظ الحلو دبل. وهوب بعدها الاقزام جم وقالوا لها الحقينا كل الكوينز بقت ملوثة بالحظ السيء. فبتتمنى التنينة لو تلاقي كوين واحد بس وتنقذ بيه كل ده، فبيقلع بوب الطوق بتاعه وبيديها منه كوين كان مخبيه. وبنعرف هنا ان بوب اصلا منحوس، واتلم المنحوس على المنحوسه ما شاء الله، وانه كان عايش في عالم الحظ السيء، وبعد ما بيلاقي كوين الحظ اتغيرت حياته واتنقل لعالم الحظ الجيد. فالكل بيزعل لان طلع ما ينفعش نستخدم كوين قط منحوس، وبيزعلوا اكتر لما بيعرفوا ان سام بشريه وبتروح لهم بس علشان تنقذ صاحبتها، وبيتحول عالم الحظ الجيد لعالم الحظ السيء، وكله بيفقد الامل، وكمان الاتصال بينهم وبين عالم البشر اتقطع. فبيعتذر بوب لسام وبيقول لها لو كنت اديتهولك من الاول ما كانش كل ده حصل، ما كان من الاول يا حبيبي. فبصيت له كده وقالت له تنيل، انا اللي مش بعرف افكر كويس في اي تصرف بعمله. فبتقرر تصلح اللي عملته ده، فبتقول له انا لما كنت في عالم الحظ السيء شفت نور اخضر وممكن يكون ده غبار الحظ الجيد وننقذهم. فبتروح مع بوب عند صاحبه القديم من عالم الحظ السيء، فبيقول لهم انا كنت شايل حبه كده في حصلتي من غبار الحظ الجيد للناس الغلابه اللي هنا عشان خاطر يجربوه. فبيديها اخر حبه معاه، فبتقول له معلش الله يكرمك ممكن كمان حبه من غبار الحظ السيء. فبتقول سام لبوب وبعدين بقى هنروح لست التنينه دي بأني وش. فبيستعينوا بجيف علشان يساعدهم ويخلي التنينة تسمعهم. فبتطلب منها سام انها تصنع بلورات من الحظ السيء والجيد من الغبار اللي هي جايباه. فلما بتعمل البلورات بتقرر التنينة انها تعمل الموزع ببلورات الحظ الجيد بس، وما تخليش حد فيهم عنده حظ سيء ابدا. فبتخاف سام وبتقول لها لولا الحظ السيء ما كنتيش هتقابلي جيف وتحبيه، وكمان انا ما كنتش هقابل بوب، وان سكان الحظ السيء هم اللي ساعدوهم في وقت ما الحظ الجيد اختفى من العالم. فبتتأثر التنينة بكلامها فبتحط الحظ السيء معاهم، فبيرجع الاتصال تاني بينهم وبين البشر. وبتشوف سام هيزل العيلة جت خدتها وهي مبسوطة، وبعدها بتشوف التنينة ان الحظ السيء مهم زيه زيهم بالظبط. بتقرر انها تفاجئهم وتروح لهم ومعاها بلورة الحظ الجيد هدية، وبتشكرهم كلهم انهم انقذوا العالم، وبتدي البوب هدية علشان يفضل عايش معاهم على طول. لكن بيرفض وبيقرر يقضي حياته في عالم البشر مع سام علشان ما تكونش لوحدها من غير عيلة. طب ما القطط مش غدارة هي يا جدعان. وبعدها بيظهروا في عالم البشر وهم مبسوطين، وكل اجازة بيروحوا لهيزل عند عيلتها علشان ياخدوها تبات معاهم، وكلهم بقوا متعايشين مع حظهم السيء عادي جدا. وبكده يبقى خلص ملخصنا النهارده. مش هوصيكم طبعا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب علشان يوصل لكم كل جديد، واقترحوا علينا في الكومنتس حابين الملخص الجاي يكون عن ايه. وسلام.